وبعيدا عن الملعب. دائما نشوف الفرق القادمه لتوك تحاول تلعب دفاع، محاوله براس خطيره خطيره خطيره، جول حلوه. دقيقه 13 دقيقه 13 عامر فزاع يسجل الهدف الاول. دقيقه 13 ضربه راس جميله. شوف هذه الكره بهذا الشكل وبهذه الكيفيه على يمين الحارس من امام المدافعين. عامر فزاع كرة ترتد بالقائم الايمن. شوف الكرة بعيدة وصعبة على كاوة، توقعها في الزاوية الاخرى على شماله لكن وضعها على يمينه. عامر كرة جميلة وفي موضع صعب. تعود لبيار، محاولة بالراس، حكم المباراة. الله، شوف قرار الحكم، نشوف قرار الحكم. هو أعطى في البداية الفرصة، أعطى الفرصة لكن بعد ذلك عاد واتخذ قرار ركلة جزاء. ركلة جزاء دقيقة 29 لكن بعد ذلك وأيضا طبعا حالة تمثيل من حارس. عدنان يسجل 1-1 عن طريق ركلة جزاء. الحارس لو باقي بمكانه يصدها وهو بدون اي حركه تماما على المكان المتواجد فيه حارس المرمى حسن جبار، لكن غير وضعيه جسمه واتجه الى الزاويه اليمين. وعدنان على التنفيذ، كره عليه بالراس. الله، خالد مشير دقيقه 34 خالد مشير هدف ثاني، هدف جميل، هدف فيه لتوك مقابل هدف الفريق السماوي. شوف الارتقاء ويسأل عنها الدفاع وايضا حارس المرمى من حارس المرمى ان هذه الكرة تصد بكلة اليدين وليست باليد الواحدة. عدم التمركز الصح وعدم التوقع وقراءة الكرة. هذه الكرة أن يسجل علي. الله، حلوة الكرة، حلوة الكرة. علي عبد الله كرة تخادع الحارس والدفاع، لعبها صح علي عبد الله. هدف جميل من أكثر من 25 يارد، ما كانت قوية لكن كان فيها الذكاء حاضر. علي عبد الله شوف لعبها من وسط الجدار وحركة لعب جميلة على يسار الحارس كاودينا. علي عبد الله هو أيضا الهدف الثاني. هذا هو علي عبد الله كابتن فريق السماوة. سيد موسى لاعب يميل إلى الهجوم، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، محاولة بالراس خطيرة، ممكن هدف ثالث، هدف ثالث لخالد موسى. خالد موسى اللمسة الأولى لخالد موسى، سيسجل الهدف الثالث دقيقة 66. شوف هذه الكرة متابعة والتواجد ولعبها بشكل جميل داخل الشباك. هدف ثالث أيضا الحارس والدفاع. هذا هو خالد موسى، أول لمسة لهذا اللاعب بعد دخوله مباشرة إلى الملعب. خالد موسى سجل الهدف الثالث، خطأ من حارس المرمى وخالد موسى يتابع الكرة ويضعها في الهدف.